السلام عليكم، كي دايرين البنات النويويرات الغزالات والمهمات الغاليات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ احوالكم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ كي غاديين مع صحيحتكم؟ ياك هانيين مهنيين ناشطين؟ كلشي على خير وبخير. كنتمنىكم تكونوا كاملين على خير ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. ايوا قولوا لي كي غاديين مع هذا البرد هذا؟ واخا هذا البرد الصراحه خاصه شي شتيوه. ايوا الحمد لله، كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يعطينا شي شتيوه على قد النفع. كيكون البرد البنات في الصباح بكري وكيكون في الليل، اما بالنهار ملي كتخرجي كاين الموس ديال الصهد. ايوا الحمد لله والله يرحمنا يا ربي. المهم هنا البنات بديت معكم الفيديو مباشره من على برا ومن عند هاد المحل ديال الزرابي والموكيطات. المهم هنايا البنات انا كنت عواله غادي ناخذ هذاك موكيت زربيه، وفي الاخير خديت زربيه ان شاء الله غتشوفوها معايا. انا كنت شفت هذا، بما ان الصالون عندي فيه الكرونه والبلونكاسي قلت ضروري خاصني شي موكيط ولا زربيه يكون فيها البلونكاسي ويكون فيها البيج من الاحسن، والكرونه ما بغيتش ناخذه لانني الا خديت زربيه في الكرونه الصالون غادي يجي غامق بزاف. اللهم خاصني شي موكيط ولا زربيه اللي يكون اللون ديالهم مفتوح والصالون غادي يبان مفتوح وفي نفس الوقت كيبان هكا متسع. وكما كنتو شفتوا معايا في الاول راه هذاك هو الموكيت اللي كنت كنقلبو، هذاك هو اللي كنت غناخذ، هو راه موكيت زربيه. عجبني وهو اللي كنت حاطه عليه العين، ولكن مني جا سرحوا ليا هو فيه البلونكاسي قليل فيه البيج، ولكن هذاك الصفر فيه بزاف. مجهد على هاد الزربيه، داكشي علاش مني سرحته ما بقيتش خديته، وليت خديت غير واحد الزربيه غادي تشوفوها معايا مفتوحه وغادي تجي هكا مع الصالون. كما قلت لكم ضروري خاصني شي زربيه اللي غتكون مفتوحه. صافي هنايا كنت خديت الزربيه صافي وجيت انا للدار، وهنا كنوريكم التريات البنات. ضروري التريات كتحرق بوله وتبقى بوله وديما كنشريهم بجوج، ملي كنركبهم كتحرق وحده وكتبقى وحده، ديما كنعاود نشريهم وكيتحرقوا. ايوا راكم عارفين هادو هما البولات هادو هما التريات، ضروري ما كيتحرقوش في خطره، كتحرق غير وحده بوحده، كيبقاو غاديين متابعين. صافي هنا كيما شفتوا معايا البنات كنحيدهم ودرت بولات اخرين، راه كنت قلتها لكم في الفيديو اللي داز، قلت لكم غنحيد هذوك البولات لانهم صفرين وغادي ناخذ البولات البيضين. من خرجت نيت خديتهم معايا هما اللي ركبتهم. هذوك البولات البيضين كيكونوا اقتصاديين، كيكونوا احسن من الصفرين. صافي هنايا غادر ركبتهم هكا في التريات وغادي نديرهم حتى في التريه الوسطانيه ديال الصالون. وانا اختكم راه غادي نبدا نركب هادو ديال التريات فيما كنبغي نمسحها ضروري كطيح ليا شي وحيده من هادو. وكانت عندي واحد البواطه فيها هادوك ديال التريات، فيها دوك السلوكه. صافي مني مسحتها ودابا بغيت نركب البولات، صافي كناخذ هذاك السليك صافي وكنعاود نقادها غير راسي. راه طاحوا ليا شي جوج ولا ثلاثه دايرهم انا في هاد البواطه هادو. كانت واحد جارتي حيدات واحد التريه وكانوا تهرسوا ليها منهم هادو، كانت غادي تحيدهم وانا نقول لها هاريهم ليا ودرتهم في واحد البواطه. وبقى عندي بواطه اخرى يعني محتفظه بهم، فيما كطيح ليا شي وحيده كناخذ سليك وكنلصقها وهانا مهانيه راسي. صافي البنات هنا كيما شفتوا معايا ركبت البولات، وكيجيو هاد البولات البيضين احسن من هادوك الصفرين، وفي نفس الوقت راه هاد البولات راه كيكونوا اقتصاديين. صافي هنا ركبتهم غادي ندوز غير واحد التدويزه خفيفه على الصالون، غير واحد الجفاف خفيف لان الصالون كالله مخمل كلشي مقاد. غادي غير ندوز وندير لا نابل لهاديك الطبله وندوز شويه جيت التلفازه وغادي نسرح هكا الزربيه وغادي تشوفوها معايا وغادي تشوفوا الصالون كيفاش ولا. المهم مره نخطفوا حاجه وماشي نديروا كلشي في خطره واحده، لان الا جينا شرينا كلشي في مره واحده كونوا على يقين راه ما غاديش الواحد يقدر. كل مره الواحد يخطف حاجه، كل مره يخطف حاجه، وان شاء الله من بعد ثاني نبدل هكا الطليمطات. الطلام تبارك الله راه طارين في 8 سنين وما عندي. والصراحه زوينين ما ساخنش عليا، ولكن من بعد ان شاء الله غادي ناخذ هكا شي طليمطات اللي كيكونوا سامبل، وان شاء الله ندير شي تفريشه اخرى بالحق ماشي دابا كما قلت لكم غير مره درجه بدرجه. ما نجوش نطلعوا في خطره واحده. صافي هنا غادي نكمل ومني غادي نسالي ان شاء الله نفرش الزربيه.
ايوا صافي هنا البنات اختكم سالات، قولوا لي اش كنتي كديري كاع؟ دوزت غير تدويزه على الصالون صافي ومسحت غير شويه الغبره، راه واخا دار الله مخمله، راه غير الغد ليه ولا دوزه يومين كتلقاي الغبره، ديك الغبره منين كتدخل الله اعلم. قولوا لي البنات واش نتوما بحالي؟ ها هي الزربيه البنات اللي كنت خديت، المهم انا كنت عواله على داك موكيت زربيه وفي الاخر خديت هذا لان الاخرى فيها الصفر كتير، داكشي علاش في الاخر خديت هذا. راه غير كيبان لكم في التصوير هكا عاطي فحال الكري، ولكن هي راه باج بلون كاسي واحد اللوين زوين. ايوا البنات هذه هي الزريبيه، خديت لها حتى الطابيه حتى هي، وهذا هو الشكل ديالها الصراحه انا عجباتني. وهذوك في الجناب ديال هذاك راه البنات راه ابيض وفيه شويه ديال الذهبي صافي. وكما قلت لكم راه هو كيبان الوسطاني ديالو في الكري، ولكن هو راه ماشي كري، بحال البيج بلون كاسي مفتوح واحد اللوين زوين. ايوا هذا هو الصالون. بالنسبه للخاميه البنات طلعتها جمعتها الفوق كاع، مولفه كنت كنديرها هكا كنجمعها في الجناب عادي، ولكن طلعتها حتى الشكل ديالها هكا جا زوين. المهم قادينا الصالون، طرقنا هذا المسمار. ايوا صافي كملت الصالون. شكون البنات اللي بحالي مني كتخمل والدار كامله كتكون نقيه كتهنا وكتكون مرتاحه وناشطه. والله الا انا مني كنخمل الدار عرفتي كنرتاح، عرفتي راه قبل ما تخمل مني كانوا المضارب مهزوزين وكلشي مهزوز وحق الله كنحس براسي مرونه. ولكن غير قديت كلشي والزريبيه حتى هي جبتها صافي عاد ارتاحيت. شوفوا تما الخيوط ديال التلفازه كندرجهم. ايوا صافي البنات دابا غادي ندوز معكم باش غنشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي زوينه. المكونات اللي كنحتاج: عندي 2 حبات ديال البيض، وعندي كيس ديال سكر الفاني، و2 اكياس ديال الخميره ديال الحلوى، وعندي كيس ديال الكاكاو المر. الا ما عندكمش هاد الاكياس ممكن ديروا واحد المعلقه ديال الكاكاو المر. وعندي كاس لاروب ديال سنيده، كاس لاروب ديال الحليب، وكاس لاروب ديال الزيت، و2 كيسان اللي كيكونوا عامرين ديال الدقيق. هادشي اللي كنحتاجو البنات. صافي هنايا كندير البيض، درت معاه واحد القبيصه الملحه، كندير سكر الفاني وكندير معاه سكر سنيده، كنضرب هذاك البيض مزيان مع داك سكر سنيده حتى كينسجموا ليا وكنحسوا بديك السنيده دابت لينا. ومن بعد غنولي نضيف الزيت، غنضيف الحليب، ومن بعد غادي ندير كاس الاول ديال الدقيق غادي نخلط، ومن بعد غادي نزيد الكاس الثاني وغنضيف عليهم دوك 2 اكياس ديال خميره الحلوى وداك الكيس ديال الكاكاو المر صافي. وغنخلط كلشي. وبالنسبه للمول اللي غنستعمل انا غادي نستعمل هذاك المول ديال الدجاج اللي كنستعمل فيه الكراطه، كنستعمل فيه اي حاجه. وانتم بطبيعه الحال كيبقى لكم الاختيار ديروا اي مول بغيتو، اما ديروه على شكل مستطيل او لا داير كيما تشوفوني انا. غادي ندير هذاك ديال الدجاج اللي عندي صافي، وغادي ندخل الكيكه للفران طيب. كنشعل عليها من التحت، تقريبا كتاخذ ليا ما بين 25 حتى 30 دقيقه، وكل وحده على حساب الفران ديالها. كاينه اللي غادي تاخذ ليها اكثر، كاينه اللي غادي تاخذ ليها اقل، وكاينه اللي غادي تطيب في الفران ديال الضو، كاينه اللي غادي تطيب في الفران ديال الغاز. كل وحده كما قلت لكم الفران ديالها. وغادي نشعل عليها انا غير من التحت حتى كنحس بالكيكه طلعت ليا وكنشم ريحه كيكه، ومن بعد كنشعلوا عليها من الفوق غير واحد شويه. صافي هنايا بعد ما خويت الخليط كما قلت لكم غندخلها للفران حتى كطيب، وغادي نخرجها وغادي ندوز هنا مباشره باش غادي نوجد الصوص ديال الشوكولا اللي غادي نسقي به هاد الكيكه هادي. هنا عندي واحد الكاس ونص ديال الحليب، درت واحد المعلقه كبيره عامره ديال سنيده، اولا ديروا 2 معالق ما عامرينش. غادي ندير واحد المعلقه كبيره عامره ديال النشا اولا بودر كريم باتيسير، غنضيف عليهم واحد الساشي ديال الكاكاو المر، وغادي نضيف قهوه سريعه الذوبان. بالنسبه لبنات القهوه كتبقى اختياريه، كان كيعجبكم المذاق ديالها ديروه، ما كانش كيعجبكم يعني ممكن تستغناو عليها، ماشي ضروريه، غير هو المذاق ديال القهوه كيجي زوين. وتما عندي قطع ديال الشوكولا
وغادي نخلط كلشي، غادي نديرو فوق البوطه على نار مهيله مع التحريك المستمر. غير كيبدا يعقد واحد شويه، هو راه ماشي غادي نحتاجوه حتى يعقد لينا بزاف، غير واحد شويه كنطفيو عليه، يعني ما كيكونش عاقد وما كيكونش خفيف بزاف. هنايا بعد ما خرجت الكيكه كنتكا هكا بالكيوردون، وغادي ندير هاد الصوص ديال الشوكولا من الفوق كما كتشوفوا. هذاك هو القوام ديالها كيفاش كيكون. غادي ندير الطبقة الأولى ديال هاد الصوص ديال الشوكولا، وغادي نخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق بما شربت ليا هذيك الصوص ديال الشوكولا. ومن بعد غادي ندير الطبقة الثانية. وبالنسبة لبنات التزيين كيبقى اختياري، اما تقدموها بحال هكا اولا ديروا هكا اللوز كونكاسي، اولا ديروا الشوكولات، حبيبات ديال الشوكولات، اولا تاخذوا غير الشوكولات وتحكوه كما غندير انا. عندي قطع ديال الشوكولا غادي نحكهم في الحكاكه وغادي نزين به. وكما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري، زيني يا لاله باش ما بغيتي. ايوا صافي، هنايا بعد ما درت هذاك صوص الشوكولا خليتها حتى شربت واحد شويه، وحكيت هكا شويه ديال الشوكولات من الفوق كتزيين. كما قلت لكم راه التزيين كيبقى اختياري، زينوا باش ما بغيتو داكشي اللي متوفر عندكم هو اللي كتزينوا به. وانا غنقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي البنات خفيفه وفي نفس الوقت راه ساهله. وحتى صوص الشوكولا كيعطي واحد المذاق زوين مع داك المذاق ديال القهوه والشوكولات كيتواتاو بجوج. صافي هنا البنات الفيديو غير لحق النهايه ديالو، ما سخيتش بكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.